حبيت اوري حضراتكم في الفيديو ده مقارنة بين الوضع في سوق باب عمر باشا قبل التطوير وبعد التطوير عامل ازاي، وكمان هنشوف اخر التطورات اللي وصل ليها السوق دلوقتي. غطينا مع حضراتكم مشروع تطوير ميدان محطة مصر وسوق باب عمر باشا لحظة بلحظة، وكنا معاكم من قبل التطوير لحد ما وصلنا للجمال اللي شفناه كلنا. لو حابين تتابعوا معانا كل المشروعات في محافظة اسكندرية وتعرفوا تطوراتها أول بأول وقبل أي حد، يا ريت دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والمتابعات الجديدة. ويا ريت لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود ويلا نبدأ. اللي بيظهر قدام حضراتكم في الصورة دلوقتي ميدان محطة مصر بعد التطوير، لكن سوق باب عمر باشا والسوق أمام مستشفى أحمد ماهر بيظهر في كامل العشوائية. واللي قدام حضراتكم دلوقتي هي بعض أعمال الإزالات اللي تمت في السوق واللي غطيناها لحضراتكم في يومها. سوق باب عمر باشا كان وصل لوضع سيء جدا لدرجة إن بعض أصحاب المحلات اشتكوا من الفروشات والباعة الجائلين اللي بيفرشوا قدامهم. كمان كان تزاحم الفروشات دي بتأثر على المرة وكمان سكان العمارات اللي موجودة في الشارع. ويوم 7 ديسمبر اللي فات السيد اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية نزل بحملة مكبرة بنفسه لإزالة سوق باب عمر باشا، وكنا غطيناها لحضراتكم في وقتها في حلقة هسيبها لحضراتكم في الاي فوق وفي صندوق الوصف لو تحبوا ترجعوا لها. وبنعرض لحضراتكم دلوقتي في الصورة بعض من أعمال الإزالات اللي اتنفذت. واللي قدام حضراتكم ده السوق الحضاري في محطة مصر واللي تم إنشاؤه بديلا للباعة الجائلين، وبيظهر قدامنا سيارات نقل المخلفات والكم الهائل من المخلفات اللي خرجت من المكان ده يومها. واللي بيظهر قدام حضراتكم دلوقتي في الصورة مستشفى أحمد ماهر واللي توسع الطريق قدامها علشان تعرف تقوم بمهمتها، وكمان سيارات الإسعاف اللي بقت واقفة في الشارع قدامها. وبيظهر كمان في الصورة ترام المدينة واللي اتسع قدامها الطريق وبقى فيه سيولة في الحركة بتاعتها. واللي قدام حضراتكم دلوقتي بعض من أعمال التطوير داخل سوق باب عمر باشا نفسه، واللي بيتم تجديد البنية التحتية ليه ومن تغيير شبكات الصرف الصحي واللي كانت أهملت من فترة بعيدة نتيجة تزاحم الشارع ده وصعوبة الوصول إليه لتطويره. وطبعا بعد الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية في الشارع هيتم رصفه، وزي ما حضراتكم شايفين الشارع يتسع لمرور السيارات. السوق الحضاري في محطة مصر نقلة حضارية ونوعية للمنطقة كلها وإعادة ميدان من أهم ميادين محافظة اسكندرية وقلبها لسابق عهده، وبديل حضاري للأسواق العشوائية اللي انتشرت حوالينا في كل مكان. لو الحلقة عجبت حضراتكم وحابين تتابعوا معانا كل ما هو جديد في محافظة اسكندرية وفي وقته، يا ريت دلوقتي تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بالحلقات والمتابعات الجديدة. ويا ريت لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود وشكرا ليكم.